أهلا بكم أصدقاء الروح. في هذا الفيديو راح أشارككم تجربة في رحلتي نحو التغيير، لأنه كل شخص لما يأتيه النداء من الداخل، يسمع صوت من الداخل، إحساس، سميه كما شئت، يخبرك أن هناك شيء خطأ في حياتك وأنك يجب أن تغير حياتك لواقع أفضل، لنسخة أفضل. المهم أنك لازم تتحرك، تعمل شيء. فأنا كنت أيضا في يوم ما حسيت بهذا النداء، يعني ما كان في شخص يوجهني يعني لخطوات الصحيحة، وما كان في قدرة أني أستشير خبير يعني لهذه الأمور. فكنت مضطرة أن أجرب أنا يعني بما هو متاح لي. وشو المتاح لك في البداية؟ المعتقدات اللي كنت معتقدها، يعني الأشياء اللي تعلمتها من مجتمعك. احنا أول شيء تعلمناه من المجتمع أنه أول شيء تعمله إذا أردت تغيير حياتك هو أنك تنجح، تكسب قوة أكثر، تكسب ثقة، يكون عندك حلقات أيضا تضيف لك كثير أشياء، يعني يكون عندك مستوى مادي. هذه الأشياء يعني حسب المعتقدات المجتمع تضيف لك لحياتك، تغير حياتك. لكن في الحقيقة بعد فترة اكتشفت أن لا، هذه الأشياء ما ضافت ولا أي شيء. في شيء ناقص، ما زال هناك قطعة ناقصة يعني في اللوحة لم تكتمل بعد. فلو عاد بي الزمن فعلا كنت سأتعلم أول شيء، كنت سأبدأ بأول خطوة اللي هي حب الذات الحقيقي. ليس ذاك الحب الذي يعني نسمعه في العبارات الجميلة، والذي يختصر أو يختصر في أنك تدلل نفسك، أنك تتجاهل ألمك، أنك تشتري لنفسك، أنك تسفر نفسك لأماكن يعني في سفرة أو لا. هذه أشياء جميلة تضيف لك، لكن هي تبقى سطحية، تبقى أشياء خارجية. دائما لما تعود يعني بعد ما تلك الشعلة الأولى، يعني ذلك الحماس الأول، بعد ما ينطفئ خلاص تعود للحقيقة أن هناك ما زال شيء ناقص. لأن جربت هذه الأمور، سافرت، اشتريت أشياء، عملت كثير أشياء كانت يعني كنت أسمع أنها من ضمن حب الذات، لكن بعد فترة أجد أن هنا ما زال هناك شيء ناقص رغم أنني قمت بهذه الأشياء. لماذا؟ لأن حب الذات الحقيقي يعني أنك تتوقف عن أنك تحارب نفسك. نحن تعلمنا يعني في كثير أشخاص يتحدثون عن حب الذات المادي السطحي. لما أقول مادي لا أقصد المال، أنا أقصد الأشياء الملموسة، يعني المادية الخارجية. يعني كثير أشخاص يرون مثلا أن حب الذات أنك مثلا الأنثى أنها تهتم بنفسها، بلباسها، أناقتها. شيء جميل جدا، لكن ليس هو حب الذات، جزء بسيط جدا من حب الذات. وحتى لما تقوم بهذا الشيء يجب أن يكون عندك شعور محدد حتى يكون فعلا الحب الذات. انك تقوم بهذا التأنق واللبس والمكياج وغيرها من اجل انك تحب، يعني انك تريدين ذلك، مو لإرضاء أي شخص أو لأن تظهر، لكي تظهري للآخر أنك تحبين ذاتك. هنا يصبح خلل. فبعد هذه التجربة اكتشفت أنني في الواقع أنا أحارب نفسي. أنا يعني أسافر وأشتري وأدلل نفسي لكي أنسيها ذلك الألم، لكي أغطي على الألم الموجود في الداخل، حتى لا يعني تذكرني دائما بأن هناك شيء ناقص. لكن بعد فترة خلاص يعني يبهت ذلك الشعور، أو يختفي ذلك الشعور بالحماس والفرحة عند الحصول على ذلك الشيء. بعدها يظهر الشعور الحقيقي، شعور بالنقص، أن هناك قطعة ناقصة، هناك شيء في الداخل غير مفهوم، لكنه شيء يعني يحدثك أن هناك خطأ ما. فاكتشفت أن حب الذات كما قلت أنك لا تحارب نفسك، أنك تفهم أن القسوة ليست القوة. لا تكن قاسي مع نفسك. أحيانا نكون قاسيين مع أنفسنا لما يعني نضغط على نفسنا أننا نقوم بشيء ندعي أننا
نقوم بذلك من أجلنا لكي نثبت قدرتنا، لكن في الحقيقة نحن نخاف من انتقادات الآخرين، فنقوم بهذه الأشياء لإثبات للآخر أننا جيدون، لا تنتقدون رجاء. فأنت يعني تكون قاسي مع نفسك حتى يعني آه، يعني حتى تبتعد عن الانتقادات، حتى لا تسمع، تتجنب هذه الانتقادات لأنها تؤلمك من الداخل، لأنها تذكرك بالنقص الموجود في داخلك. وأيضا هذه الأشياء التي نقوم بها من أجل إثبات قوتنا وأننا جيدين هي ما هي إلا يعني خوف متنكر، في خوف في الداخل، خوف من مجتمع، خوف من الناس، من آرائهم، من نظرتهم، وهذا ما يجعلنا نبحث عن أشياء دائما ملموسة مادية خارجية ننجح فيها حتى نثبت، حتى نسكت أفواه الآخرين في الحقيقة، لكن الألم موجود في الداخل، ما زال هناك ألم في الداخل، نقص، ما زال هناك غربة في الداخل. فلو كنت يعني لو عاد بي الزمن كنت سأتعلم أن لا أحتاج أن أكون كاملة كي أستحق الاحترام. مو لازم أني أنجح، مو لازم أني أكون مثالية حتى يحترمني الآخر. أنا أحترم ذاتي، أنا أدرك أنني إنسانة محترمة، أنا إنسانة عظيمة. الآخر إذا ما احترمني هو يعبر عن ذاته، يعبر عن تربيته وأخلاقه وعن جوهره، مو عني أنا. هذا لا يعني أنني لست جيدة. لو عاد بي الزمن كنت سأتعلم أن أتألم وأشعر بألمي وأعطيه مساحة لأن يظهر، لكن لا أسمح للألم بأن يكون من أجل إثبات قيمتي. أنا لا أحتاج إلى أن أتألم كي أثبت قيمتي لأحد، لا أحتاج لأن أقسو على ذاتي حتى أثبت لك أنني قوية، أنني صبورة، أنني ناضجة. لا، يجعل ما تفهم أنني ناضجة، ما تشوفني أنني قوية ولا رائعة. المهم أني ما أتألم من أجلك، حتى لو تألمت وأحسست بأي شيء يكون يعني يستحق من أجلي أنا، ليس من أجل أحد آخر. لكن مستحيل أن أسمح لنفسي أن أتألم لأثبت قيمتي لأحد. لو عاد بي الزمن كنت سأتعلم أن لا أرضي الجميع كي أبقى، كي أثبت أنني جيدة. آخر شيء كنت سأفكر فيه هو أن أرضي أحد. السعي لإرضاء الآخرين هو طريق نفقد فيه أنفسنا، ننسى فيه من نحن، نفقد فيه بريقنا فعلا، نصبح أداة، آلة لخدمة الآخر فقط، حتى أن الآخرين لا يقدرونك، يعني لا يقدرون ذلك المجهود ولا يحترمون يعني قيمتك ولا أي شيء، بس أنت يعني تدمر نفسك يوميا من أجل أن ترضي الآخر، من أجل أن تسمع كلمة مدح، كلمة شكر من الآخرين. لو عاد بي الزمن كنت سأتعلم أن صوتي الداخلي أهم من آراء الناس 1000 أو مليون مرة. أهم شيء ممكن أن أنصت له وأن أتبعه وأهتم به كثيرا هو صوتي الداخلي، هو بوصلتي، هو الخريطة اللي راح توجهني شو اللي ناقصني وشو اللي عندي فيه خير وشو اللي لازم لا خلاص لازم أهدأ الآن وأتوقف وأنتظر. صوتك الداخلي موجه رائع وبوصلة راح توصلك لكل شيء مناسب لك فعلا. بس إمتى نسمع هذا الصوت؟ لما نسكت آراء الآخرين ونتوقف عن الاستماع لآراء الناس. لو أعاد بي الزمن كنت سأتعلم أن علاقتي بنفسي هي الأساس الذي تبنى عليه كل علاقة أخرى. ما كنت راح أعطي أي علاقة خارجية أي أهمية على حساب علاقتي بنفسي.
لأن الآخر لأنني تعلمت من خلال الرحلة أن تعامل الآخرين معك يكون كما تتعامل أنت مع نفسك. إذا كنت تحترم نفسك سيحترمونك، إذا كنت تقدر قيمتك سيقدرون قيمتك، إذا كنت تهتم لأمرك سيهتمون لأمرك. بنفس الطريقة إذا كان العكس سيعاملونك بالعكس. فلا يعني تتعجب أو تندهش عندما تجد أن أشخاص في الخارج تعاملهم جيدا لكن يعاملونك بطريقة سيئة، لأنهم يردون لك نفس الطاقة التي توجهها لذاتك. بنفس أنت تثبت عندما تعامل نفسك بطريقة سيئة، أنت ترسل ذبذبات أنني لا أستحق المعاملة الجيدة، أنا لا أستحق الاحترام، أنا لا أستحق التقدير مهما فعلت، مهما قمت ما بأشياء، بنجاحات، بأي شيء. أنت ترسل غير ذلك للكون، وبالتالي الأشخاص سيعاملونك وفق ما تعامل به نفسك. فبالتالي تعلمت أنه أول علاقة لازم أهتم بها هي علاقتي بنفسي، الباقي لا يهم. لو عاد بي الزمان كنت سأفهم مبكرا أن كل محاولة لإصلاح حياتي من الخارج كانت تفشل، لأنني كنت أتجاهل الداخل، لأنني كنت أتجاهل المصدر الرئيسي لكل الفوضى الموجودة في حياتي. كل شيء خارجي موجود في حياتك، كل تلك الفوضى ما هي إلا نتيجة للفوضى الموجودة بداخلك. عندما ترتب الفوضى الداخلية يترتب الخارج. عندما تنظم أو تحسن علاقتك مع نفسك تتحسن علاقاتك الخارجية. حين بدأت أحب نفسي بصدق تغيرت اختياراتي، أصبحت كل اختياراتي من أجلي ومن أجل مصلحتي ومن أجل ما يخدمني، لا أهتم للآخر لإرضاء الآخرين. هدأت روحي وهذا أهم شيء، سلامي الداخلي. أصبحت هادئة، لا أدخل في نقاشات لا تهمني، لا أهتم لآراء الآخرين، لا أسعى لأي يعني إثبات رأيي لأي أحد، لا يهم. أوكي رأيك هذا خلاص، المهم ما أؤمن به أنا. لست مضطرة لأن يعني أخوض نقاشات عديمة أو عقيمة، أو أحارب من أجل أشياء خارجية، سواء كانت علاقة، سواء كانت وظيفة، سواء كانت ماديات. أهتم بآراء الآخرين وانتقاداتهم حتى لو كانت انتقادات سامة وجارحة، ما عادت تجرحني أصلا ولا أهتم بها. هدأت من الداخل، هدأت روحي. يعني أصبحت أستمتع بمعنى السلام الداخلي يعني الحقيقي. أيضا توقفت عن قبول ما لا يشبهني، لم أعد أسمح لأي شيء لا يشبهني أن يدخل لحياتي، سواء كانت علاقة، سواء كانت وظيفة، سواء كان مكان، حتى الأماكن التي لم تعد تريحني، أو في شيء من الداخل يقول أن هذا المكان لا يناسبك، أغادر بسرعة، لا ألتفت أبدا. لم أعد أخاف من انتقادهم أنني لست مؤدبة، لا يهم، المهم أنا لست مرتاحة إذا سأغادر. هذه العلاقة تؤذيني، إذا مع السلامة، باي باي، يعني خلاص. يعني تصل لدرجة أنك تختار نفسك، تختار ما يشبهك، تختار راحتك وأمانك وطمأنينتك. لهذا كتبت كتابي السر الأعظم، كل شيء يبدأ بحب ذات، ولهذا سميته بالسر الأعظم، لأنه فعلا بعد رحلة طويلة، بعد سنوات يعني دفعت ثمنها سنوات من عمري، اكتشفت أن أهم سر يجب لو أخبرك به أحد راح يختصر لك الطريق كثير، ويجب كل شخص يريد أن يغير حياته يجب أن يعرف هذا السر، هو حب الذات، وأن تتعلم كيف تحب ذاتك، وتبدأ في خطوات واضحة لكي تحب ذاتك. فكانت يعني هذه تجربتي، نقلت تجربتي فعليا في هذا الكتاب.
وهذا الكتاب يعني ليس لأنه يعني فكرة جميلة أو لأنه نقطة التحول، لأنه فعلًا كانت بداية التحول. أنا بدأت في موضوع تغيير حياتي والبحث يعني فترة طويلة، يمكن سنوات، لكن في سنوات يعني كان فيها تعب وفيها عمل لكن بدون أي نتيجة. فبعد اكتشافي لموضوع حب الذات الحقيقي اللي يكون من الداخل، فقررت إني أنقل هذه التجربة لكل شخص، حتى لأنني فعلا كنت أنا أيضا في وقت آه، لم أجد شخص يعني يوجهني، شخص يقول لي شو هو حب الذات الحقيقي. في كثير يعني يتكلم عن حب الذات، لكن كنت يعني أقوم بهذا الحب بطريقة خاطئة بأشياء خارجية، بالاهتمامات الخارجية، لكن لم أنتبه للداخل، لم أنتبه للجوهر. ف فعلا كان هذا اكتشافي لهذا السر كانت نقطة تحول في حياتي. وشعرت يعني أنه فعلا الإنسان لما يعرف حقيقته وذاته الحقيقية ويتصالح معها من الداخل من العمق، فعلا كل شيء في الخارج يكون لصالحك. أي شخص يسمعني إذا شعرت أن هذا الكلام يلمسك، فاعلم أنها ليست صدفة، لأنه دائما في أشياء في الداخل تحدث، أحاسيس أو مشاعر أو نبضات تكلمنا وتحدثنا أنه حان الوقت، حان الوقت لتبدأ من المكان الصحيح، من نفسك. هذا الكلام ليس مجرد أفكار، هو الطريق الذي أنقذني من القسوة على نفسي، إلى آه، آه، يعني الوصول إلى حقيقتي، إلى جوهري، إلى روحي، النقطة التي نبحث عنها جميعا هي الراحة النفسية، الهدوء، أن تعرف ما تريد حقا. لهذا شاركت معك في كتاب السر الأعظم. كل شيء يبدأ بحب الذات. إن شعرت بنداء داخلي وأنت تسمعني الآن، اتبعه وابدأ من الحقيقة، ابدأ من الخطوة الصحيحة حتى لا تهدر الكثير من وقتك. وقدر هذه القيمة، لأنه كثير أشخاص بدأوا في وقت لم يجدوا أي شخص يوجههم، ويعني أضاعوا الكثير من السنوات من حياتهم. فأنت كل شخص يسمعني الآن أنت محظوظ، لأنك فعلا في زمن هناك من ينقل لك تجربته ويختصر لك الطريق. أتمنى أنه تجربتي اليوم أعطتكم نبذة عن الخطوة الأولى التي تخطونها نحو التغيير، وأتمنى فعلا أنكم تستفيدوا من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك، وأي شخص يريد أن يسأل عن أي شيء ممكن تشاركوني في التعليق، وممكن أيضا أن ترسلوا لي تجاربكم في رحلتكم نحو التغيير، لأنه كثير من اللي يسمعني يكون عنده تجارب في رحلته نحو التغيير. ممكن تشاركوني في هذه التجربة أو تراسلوني على الانستغرام. وأتمنى أنه فعلا أنكم تبدأوا بالخطوة الصحيحة. دمتم بخير والسلام عليكم.